انا عارفه ان كوبايه اللبن دي بالنسبه لك عذاب. كل ما تشرب او تاكل حاجه من منتجات الالبان يحصل لك بعدها انتفاخ واسهال وكرامبات، واحيانا بتوصل للقيء والغثيان. كل ده معناه ان عندك حساسيه لاكتوز، يعني جسمك مش بيقدر يهضم السكر اللي موجود في اللبن، فلما بيروح للقولون بيتفاعل مع البكتيريا هناك وتحصل لك الاعراض دي. طب ده بيحصل ليه؟ في 3 اسباب. اول حاجه جراحه او عدوى في الامعاء او بعض الامراض زي مرض كرونز. رقم 2 بشكل وراثي، بعض الأطفال بيتنقل ليها من أهلها جين مرتبط بعدم تحمل اللاكتوز، بس ده نادر. رقم 3 وده أكتر سبب شائع، هو إن الأمعاء بيقل قدرتها على إفراز إنزيم اللاكتيز بشكل طبيعي مع التقدم في السن. طيب أحل المشكلة إزاي؟ قدامك 3 طرق ممكن تمشي فيهم. الأول، تتجنب كل منتجات الألبان وأي أكل ممكن تدخل فيه، بس ده مستحيل. التاني، تستخدم منتجات ألبان خالية من اللاكتوز، بس ده مش متاح لكل الناس. التالت وهو الحل الأسهل، تدخل لجسمك إنزيم اللاكتيز اللي هو محتاجه، وده متاح في أقراص بسيطة ومتوفرة بسهولة. بعد ما فهمت ليه كنت بتتعب كده بعد ما تشرب كوباية نسكافيه أو تاكل قطعة كيك، دلوقتي لقيت الحل عشان ما تحرمش نفسك من حاجة بتحبها. لايك وشير للفيديو وابعته لماما، قول لها خلاص تعمل لك مكرونه بشاميل. مكملاتك خدها من حد فاهمك، واحنا في يور جرين شوب علشان عارفينك عارفين نساعدك.